مصر في كل طريق، حقك تحلم تحت سمانا، اجعل صوتك حر جريء يا ابن بلدنا، علي معانا راية مصر في كل طريق، حقك تحلم تحت سمانا، اجعل صوتك حر جريء. مصر بلدنا بكل أمانة، عايزة أيادي تشق الباب، مد الخطوة طريق ويانا، للمستقبل نبني أمان. وسهلا بحضراتكم في برنامج قعدة عربي. النهاردة ضيوفنا إخوة أعزاء شعراء ملتحمين مع الساحة الثقافية، بيحبوا مصر، بيحبوا الناس، بيتفاعلوا بكل الحب، عشان كده كان لازم يكون لنا لقاء معهم في قعدة عربي. أهلا بالأستاذ عبد السلام الشيخ، أهلا بحضرتك شاعرنا الجميل، واهلا بالاستاذ فاروق الشيخ، اهلا بحضراتكم. انا شايف الاسامي موحده، يعني انتوا قرايب؟ طبعا بالتاكيد. العلاقه ايه يعني القرابه بينكم؟ اولاد عم. ولاد عم ما شاء الله. وكل من هو شيخ فهو ابن عمنا على طول. اي واحد اللقب بتاعه شيخ في اقصى الجمهوريه، ايوه يبقى ابن عمك على طول الشيخ كده. جميل. يعني مفيش تقليد خالص في الشيخ دي، يعني مفيش حد تاني مستحدث اسم جديد. لا ملوش علاقه بالعيله، كلهم عيله واحده. كل الشيخ شيخ. جميل. اهلا بيكم في المؤسسه المصريه للثقافه والتنميه. تحيه شكر تقدير المستشار محمد بدير رئيس مجلس اداره المؤسسه، وتحيه شكر لكم ايضا، وتحيه لكل متابعين هذه الحلقه من برنامج قعده عربي. النهارده اللقاء الحقيقه هيكون فيه محاور ثقافيه ومحاور اجتماعيه وايضا محاور وطنيه. هنبدا مع الاستاذ عبد السلام. ازاي حضرتك؟ معلش عشان مقامات بس، عشان انت اللي من ناحيتي. انا معاك بس ما اقدرش والله. ما هو ده ابن عمي شاعر كيلو. الحديث هو استاذ عبد السلام، حضرتك يعني شاعر. الاول احنا متشكرين على كرم الضيافه، يا اهلا. متشكرين على الاستضافه العظيمه ديت الحقيقه. احنا بنحبوك في الله والله، وانا بحبك وما شاء الله عليك. اللهم صل على النبي، اللهم لا حسن. احنا يعني راجل لامع، يعني ربنا يخليك. قاعدين مع حد مهم حبيبي ولا مهم، وده شرف لنا والله. اتفضل. مفيش، احنا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا على الاستضافه والله. اي حاجه بتحصل يعني. اي حاجه بتحصل في الحياه بفضل الله. مفيش حد شاطر، مفيش حد قوي في مكانه غير بالله سبحانه وتعالى. وحب الناس، يعني حب الناس ده اهم شيء، اهم حاجه في الدنيا كلها، ان الناس تحبك. صحيح. في ناس هتكرهك بس دي الناس بتبقى مش مظبوطه. عادل امام قال الله ينعل ابو اللي بيحبني وعمل اللي بيكرهني. ايوه، وابو اللي بيكرهني وعمل بيحبني. دول بيمثلوا. خلينا نروح للاستاذ عبد السلام. انا عايز اعرف سر ارتباطك بالجلابيه البلدي، مع ان انت في اسكندريه وعايش وبتتفاعل، ومع ذلك ممكن تقدر تلبس وعندك لبس عادي. وعندي اتليه. ومع ذلك مرتبط بالجلابيه. قول لي بقى السر الحته دي. هو الحقيقه يا استاذ احمد، طبعا الجلابيه تزيي عالمي معروف يعني. يعني انا ممكن اروح امريكا بالجلابيه دي. ده عن نفسي. ولاقي نفسي فيه. انا دخلت اماكن زي رماضه كان ممنوع فيها الملابس دي. المدير قال لهم دخلوهم. انا ما اعرفش، انا لاقي نفسي في الجلابيه بصراحه. لبست بدله اكن انا كان لي ابن عم الله يرحمه كان مدير شركه كهرباء. قضى حياته لابس الجلابيه والعربيه المرسيدس، كان بروح الشغل بالعربيه. جميل، هي فخر بالجلابيه والله العظيم. ارتباط. ونحل على المعاش، وهو طلع على المعاش هو بالجلابيه، والحاج فاروق يزكيني. طب ما انا هديك مثال بسيط قوي. اهل الخليج مهما تمدينوا ومهما وصلوا للعالميه بيرتبطوا بالزي الموحد بتاعهم. برضه اهل السودان نفس الشيء. عمان، سلطنه عمان، ناس كتير قوي بترتبط بالهويه بتاعتها. ده مرتبط بالهويه. هويتك، جذورك بالظبط. جذورك فين؟ انا بشوف نفسي بالجلابيه. جذورك الحقيقيه فين؟ في منطقه ايه؟ انا اصلا والدي وعيلة الشيخ من الغربيه، بلد اسمها ليبيار تبع كفر زيات.
ايوه. فوالدي كان تاجر موالح يعني جناين ومزارع. فشاء القدر ان خد جنينه مش يمكن مش في الجمهوريه، وانا اصنف فيها 35 فدان سنه 48. فراح عجبته والدتي، من حظي بقى دخلت في عيله الشيخ. فخلتني، كان لي اخ وتوفى الله، وانا غبتني مثلت عيله الشيخ في بلد اسمها العتقه تبع دار مركز البحيره كلها البحيره. بقيت انا بمثلهم كلهم، وطبعا اللي بينه وبينهم البحر. فهنا زي احمد عزوي ما قال، عطشان 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 عطشان، وانا البر ده عمي وده خالي. ايوه. وافوت على بحرون لحد عن لا بس بصراحه كلام حقيقي. بصراحه لا مش حقيقي. لا مش قصدي كلام واقعي. الشاعر اللي كتب لاحمد عدويه ده الرئيس بيرة ده راجل كان شاعر. هو نصيبي كده انزل بحور الهوا اجيب لغيري دواء وانسى دواء حالي. لا ما هو انت من زمان وانت عندك الرساله. الرساله دي بتخليك انت تنكر ذاتك. بتقدم للناس كل الخير كل الحب، تشتغل من اجل المجتمع ومن اجل الشباب وانت بتنكر نفسك. ده صحيح. ده المفروض اللي هو صاحب الرساله كده. فده ترجمه لكلمه اجيب للناس الدواء وانسى دواء حالي. استاذ فاروق الشيخ، اتفضل. حضرتك منورنا النهارده في المركز الاعلامي المؤسسه المصريه للثقافه والتنميه، وبرنامج قعده عربي بيتشرف بوجودك، لان انا اعرف عنك ان انت وطني حتى النخاع. الحمد لله. وده شيء جميل وليس يعني حاجة تعيب أحد، لأن الوطن مفيش أغلى منه. وأيضا حتى لو اتهمنا بأن احنا بنطبل، فاحنا موافقين أن احنا نتهم بهذا الاتهام، مفيش مشكلة طالما مصر بخير، هو ده الأهم. حضرتك كشاعر هل تميل إلى الجانب الوطني في أعمالك أم الجانب العادي الاجتماعي؟ لا بالتأكيد. أهلا بكم الأول، وأهلا بحضرتك في كريم الضيافة. الجانب الوطني بطبيعتي من صغر سني، وجدت نفسي يعني ألفيت نفسي في هذا الخضم وفي هذا البحر. من أقول لك مثلا عشان أكون دقيق، من رابعة ابتدائي وجدت نفسي بأكتب كلام في الوطنية وفي حب الوطن. وبالتأكيد يعني لا يخفى على حضرتك والجيل بتاعك يمكن بعدين بفترة طبعا أنا بتابع يعني نشأنا وترعرعنا على حب الوطن، وخدنا الكلام ده من لسان الرئيس الخالد دائما جمال عبد الناصر، اللي بعتبره زعيم حقيقي. ربما لم ولن تأتي الأيام بمثله، ولكن فيه على المستوى التدرج التاريخي ظهر أقران أو يعني قريبين جدا جدا من الرئيس جمال عبد الناصر وفكره وأيديولوجياته لأنه هو وضع أساس بالضبط عليه. فكان من يعني في الأساس حب مصر، ده في قلب كل مصري. وثم يأتي إذا قلنا في الدرجة الثانية يبقى حاجة اسمها القومية العربية المعلومة للجميع أو الوحدة العربية. وفي قلب هذه الوطنية والشعور الوطني بالقومية العربية القضية الفلسطينية، اللي دائما بسميها جرح الأمة العربية الدامي، أو جرح عميق في كبد الأمة العربية. يعني احنا منذ زمن واحنا بندعم هذه القضية، حتى من خلال تفكيرك انت في هذه القضية في هذا التوقيت وانت لسه صغير مهتم بالقضية الفلسطينية. بالضبط كده. كلمني عن دعم مصر للقضية الفلسطينية وأهمية دور مصر في الوقت الراهن وفيما يحدث من أحداث في غزة. أنا أقول لحضرتك يعني الأحداث غزة ديت هم قومي كبير جدا جدا احنا عايشينه حاليا، ولكن فيه نقطة من أول السطر لما بنقول، وهي أنه حصار الفلوجة اللي كان فيه الرئيس جمال عبد الناصر وما حدث فيه ونكبة 48 كانت هي مبعث الوطنية عند مجموعة الضباط الأحرار اللي قدر الرئيس عبد الناصر يعني يتفاهم ويتفاهم ويتوائم معهم ويكونوا
حاجه اسمها حركه الضباط الاحرار اللي اصبحت بعد كده ثوره 23 يوليو، وكان من اهم اهدافها واهم الهموم اللي هي فيه الهم القوم العربي الخاص باحتلال اسرائيل لفلسطين. فكان ده بدايه الدفقه الوطنيه والثوره الوطنيه في داخل قلوب مجموعه الضباط الاحرار. وبعد كده تتطور الامور على مدى هذه السنين الطويله، وتظل قضيه فلسطين قضيه جوهريه في تاريخ مصر كله، لدرجه ان انا اقول لحضرتك شيء ربما يعني ايه ما يكونش رائق او ما يكونش وارد على لسان على لسان اعلاميين كتير، وهو ان القضيه الفلسطينيه قضيه امن وتنميه لمصر وللامه العربيه. لان انت لو حسبت الحروب اللي كانت بسبب القضيه الفلسطينيه مع اسرائيل تحديدا، وبعدين مع العدوان الثلاثي، وبعدين المعارك اللي هي ايه الحرب البارده بيننا وبين امريكا، والخلافات اللي دائما موجوده على السطح بيننا وبين امريكا بسبب القضيه الفلسطينيه تعيق التنميه. ايوه، حتى للدول المحيطه. بالظبط كده. فالقضيه الفلسطينيه قضيه امن وقضيه تنميه في نفس الوطن العربي. فلو تخيلت حضرتك شيء كده نعتبره مش تنبؤ ولا حاجه، امنيه. لو ان اسرائيل مش موجوده في قلب الامه العربيه كان حال الامه العربيه النهارده ايه؟ كان بقى احسن. ما هو لو احنا كنا التزمنا بحلم الزعيم الراحل عبد الناصر، حلم الوحده العربيه والقوميه العربيه، كان زمان ما بقاش فيه اسرائيل. ولكن مش هنبكي على اللبن المسكوب ونقعد نقول حصل وما حصلش، ولكن احنا في الوقت الحالي حابين جدا ان احنا نرأى بالصدع الحادث في الدول العربيه. هي دي المشكله، ان في هناك بعض الدول مستهدفه من زمان وقدروا ان هم يخلوهم عملاء. هي دي ده الجرح اللي في الجسم العربي، هذه الدول اللي هم يمكن 3 4 دول مش كتير يعني. ولكن مصر انا شايف ان اهميه وجود مصر هي صمام الامان لهذا الحدث. مصر يعني تعتبر هي رمانه الميزان في الموقف، حتى هي اللي بتعمل المحادثات وهي اللي بتعمل كل شيء، وهي يعني الارض العاصيه عليهم. وهم اصلا الهدف الرئيسي كله فيما يحدث هو مصر. ولا انت مش معايا في ده؟ طب تمام. ده حقيقه. فعايزين نروح لصلاح عبد السلام. ده انا في امر حابب ان انا ايه قبل ما نتخطى النقطه دي. اتفضل. حابب معلش انا اعتذار يعني. اتفضل. هو ان القضيه الفلسطينيه بالوضع الحالي وما تعانيه من مآسي وما تلقيه علينا من هموم هي من مراد الله من قبل ومن بعد. ليه؟ لأن زي ما قلت لحضرتك ربما يعني لا يكون تنبؤ وإنما هي أمنية أن تكون هذه أو يكون هذا الذي يحدث الآن هو الإفساد الثاني لبني إسرائيل في الأرض الذي قضى به الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء حينما قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. أيوة. فإذا جاء وعد أولاهما. وبعدين بعد كده قال لك: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. أسأل حضرتك أنت: ألم يسوءوا وجوههم في هذه المرة؟ نعم. وفجاجة يعني مش بحاجة بسيطة. وأعتقد هو ده استنفاذ الوقت بالنسبة له. يعني هو كده. فأنا كأمنية أكاد يعني يميل قلبي إلى أن هذه هو الإفساد الثاني. النهاية يعني الإفساد الثاني الذي ينبئ بنهايتهم يعني. بنهاية إسرائيل. هم بنتحروا إلى جانب أنهم أظهروا للعالم الوجه الخبيث الوحش. ربنا أقوى من أي ظالم. نعم. وهو إن شاء الله يعني ربنا هيرجع الحقوق إن شاء الله، وإن شاء الله هتعود إن شاء الله فلسطين كما كانت بإذن الله.
عايز اروح للاستاذ عبد السلام. اتفضل. حضرتك كشاعر يستهويك الوطني ايضا ام يستهويك الاشعار العاديه؟ يعني اكتر حاجه تستهويك الوطني بلدي. يعني احنا كده بقى بنقول ان حلقتنا دي وطنيه. لا انا وطن اصلا، كل كتابتي. امال ليه الولاد اللي طالعين جداد بيخافوا من كلمه سياسه وبيخافوا من كلمه وطن وكلام ده؟ العيال بتوع التكنولوجيا واللي بيمسكهم يعني فسر لي النقطه دي كده وعايزك تشجعهم شويه. لا غلوبنا والله العظيم غلوبنا، واخد بالك؟ بس في عيال فاهم. طبعا فاهمين الحقيقة. مش كلهم. هو في حقيقه ولا ما فيش؟ ايوه. البلد ديت لو قعدت ما كانت قاعده 30 سنه نعمل فيها ايه؟ مش دي حقيقه ولا ايه؟ طبعا. كل حاجه موجوده. كل حاجه سياسيه يا باشا. البلاد العربيه الكهرباء بتيجي فيها ساعتين في الاسبوع. احنا الحمد لله بفضل الله، مش كلام تفرجيع وكلام. لا انا على وش التوار. احنا قضيتنا قضيه ولا بخاف ولا انا بتكلم دي بلد. هروح فين؟ قضيتنا اروح عند مين؟ قضيه وعي يا استاذ. وعي. احنا عايزين نوعي الناس وهي دي مشكلتنا. عشان كده انا رفعت شعار معركه الوعي. بلدنا تغير حالها الاحسن ولا لا؟ باحترام. الحمد لله احسن بكتير. الحمد لله. واخد بالك؟ ده يعني بننام وبنصحى وننزل الاسواق نشتري ونرجع بيوتنا. صحيح الحاجه غاليه. انا سيب دلوقتي باب الشقه، بسيب باب الشقه هنا. احنا كنا في العماره عاملين زي رسم كده، زي قصدي موحد عشان نعرفوا بعض. طب انت فاكر ايام الثوره؟ ما انا بحكي اهو. كنا قاعدين مولعين وجايبين عصر وقاعدين على البيبان البلطجيه. دلوقتي ما فيش كلام ده، ولا في كلام مخدرات في الشوارع، ولا في حاجات دي ولا لا. بص هو خلينا نتكلم في نسبيه بسيطه وفي مخدرات وفي حاجات كتير قوي، بس دي كلها كل ده نتاج مجتمع. احنا كنا بنبص على الناس ونتاج حروب الجيل الرابع والخامس والسادس. احنا مستهدفين، شبابنا مستهدف، وكانت النتيجه ان هم بيشربوا مخدرات. ان ده استهداف، هم اللي دخلوا لنا المخدرات من بره وساعدوهم بالاعوان اللي هنا، وكان في حرب شرسه عليهم. انت عارف حضرتك الصين لما قامت ثوره في الصين، عارف الثوره المضاده بتاعتها كانت ايه؟ كانت الافيون والمخدرات. ضربوا بالثوره المضاده، ردوا عليهم ان هم قدروا يسطحوا الجيل اللي طالع اللي قام بثوره في الصين وغيروا المفاهيم كلها، ضربوه بالمخدرات. فاحنا مش مشكلتنا لوحدنا، العالم كله فيه هذه المشاكل والدنيا كلها. بس احنا في مجامع الدول، بس احنا يكفينا فخرا وعزه ان الله سبحانه وتعالى اختار هذه الارض في كتابه العزيز وذكرها أكثر من 7 مرات. ده شيء عظيم جدا. يعني دي حاجة، يعني مصر فعلا في حماية الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله. هنسمع منك شعر بقى. يا ريت. تحت أمرك تحت أمرك. نسمع منك حاجة. هو الحقيقة أنا كنت متنبئ لحاجة من زمان على فلسطين. وكتبت القصيدة ديت. الحاج فاروق عمره ما يقول الله ينور. مش عارفها يعني؟ عشان ايه؟ اموت نفسي عشان استاذك. الكلام ده طبعا استاذي واستاذ الاوليه واستاذي انا كمان. حاجه بسيطه يعني ان شاء الله. كنت كاتبها من مده كبيره قوي، من ايام شارون. يلا سمعنا. تخيل. فقال لي ايه هو حضرته؟ قال لي تصدق انا كده اشرب الشاي وانا قال لي تصدق القصيده ديت؟ قلت له يا نهار ابيض، هو يمكن ناس. قلت له ده انا فاكر الكلام ده والله. طبعا احنا في الاول عايز اقول لك يعني احنا في عز العذاب والمر، وصابر صبر طعمه مر، بنتفسح ونتدلع وعايش حر. ولما الدنيا بتضلم في عز الظلم بشوف النور ينور لي وناديلي ويقول لي انا اهو. بصلي وادعي لربي ورب الكل يعديني ويشفيني من المحنه وتعب الكل. وبعد المر وبعد الذل يكون راضي واكون عايش وزي الفل. ونزعل ليه؟ ادم ربي ساترها وزي الفل وانا راضي وزي الفل. جميل. اما طفل فلسطين بقى، طفل فلسطين حزين. ايوه. بيقولوا اخواتي وابويا فين؟ رجعت في الليل الطويل ما لقيتش بيتنا واهلي فيه. لقيت مكانه وكون تراب من دبابات الملعونين. وديته كتري وصاحبي فين ولعبي فين. بتبكي من تحت التراب بتقول حبيبي وصاحبي فين. وبص وفتح عينيه لقى نور جميل زغلل عينيه. قرآن عظيم
حضنه بايديه محفوظ في درج المكتبه اللي حفظها المولى فيه. يا اسرائيل شوف العظه، قول كان ياما بقى شارون، قول لشارون ابن اللعين ان كان يومين او كان سنه القدس لاصحابها اكيد، وانتوا كمان عارفين كده. مكتوب في قراننا العظيم احلف بعرفات والضره ما يروحش دم الشيخ ياسين وحزام لابسه على التفجير، اقوى سلاح من عند الله ندخل به الجنه شهيد، والقدس هكتب على بابها بدمنا وروحنا هنفديه طفل فلسطين الحزين. انا كاتب دي من 20 سنه ونفس الغلب ونفس العذاب من 48 وجاي. الناس دي القضيه من الناس دي والله اعلم بيها. القضيه من زمان. قضيه شغاله. الله ينور يا استاذ عبد السلام. احساسك جميل من زمان وانت متفاعل برغم ان انت كنت مشغول في الحياه وتاجر كبير، ومع ذلك برضه كنت بتكتب شعر. هي دي ده الاحساس الجميل. استاذ عبد فاروق الشيخ، حضرتك كشاعر فصحى ام شعر عاميه ولا بتكتب الاثنين؟ والله هو في توفيق من ربنا. يعني اولا بدايه يعني الشعر هبه الله. الحمد لله. يعني هي هبه ربنا بيعطيها لاحمد ادري وما اداهاش لفاروق او بالله، ده هبه من عنده هو. أيوة. فمن يقول لك انني اكتب بيتا من الشعر فقل له كتبت. لأن عندنا مبدأ كله عطاء الله سبحانه وتعالى. القصيدة تكتب نفسها. أيوه. هي فكرة تكتمل في عقلك وتجعلك تقوم من يعني في أنصاف الليل وفي عز النوم عشان تكتب البيت قبل ما يطير منك. فهي موجودة الحمد لله، القريحة أو يعني الموهبة أو الملكة موجودة من الصغر. أيوه. والحمد لله في فضل وفي توفيق من ربنا في الفصحى وفي العامية. يعني أنت بتكتب الاثنين؟ الاثنين. طب أنت بتشوف نفسك أنه أقوى، هل في الفصحى أم العامية؟ والله أجد نفسي لا ما هو في صراحة لازم بينك وبين لا طبعا لازم يكون في صراحة. أجد نفسي قادر على التعبير ربنا في الفصحى. أيوه. بنفس القدر الذي أتمكن فيه من العامية. ولكن العامية مفتوحة لأن العامية مش مرتبطة لا بالنحو ولا يعني بس لها قواعد. لها طبعا عروض وبحر وقواعد الشعر كلها. ميزان وبحر وقافية. ولكن هي الأقرب دائما لإيه؟ لوجدان الشعب المصري. هي الحالة البسيطة اللي بتوصل لكل الناس. بالظبط كده. بتصل إيه بشكل كده إيه. طب عايزين نتكلم عن تجربة الأستاذ عبد السلام، يعني من منظورك كشاعر. الله عليك. يعني انت عايزك تقيمه او تتكلم عنه كأحد افراد العائلة وابن عم لك قريب منك، يعني اكيد انت تقدر تكلمني عنه اكتر واحد. يعني بالتاكيد هو كدراسة نقدية مثلا سريعة لأعماله. الحاج عبد السلام او ان شئت تقول المعلم عبد السلام او الشاعر عبد السلام الشيخ، موجود في المجال ومقترب به او مراسل ليه من فتره طويله جدا جدا. وخصوصا ان كان طبعا هو اجتماعي الحقيقه. اخويا الكبير كان برضه شاعر بيكتب عاميه، فبرضه المعلم عبد السلام بيكتب العاميه من قديم ومحتك بالمجال سواء في كفر الزيات او في البحيره او يعني انت بتبارك تجربته وبتشجعه. انا يعني اذا كان عندي حاجه اقولها له او شيء من التوصيه بقول له اكتب ما يملى عليك. يعني هو بيكتب اللي هي اللي عايز ربنا بعته له. ولكن التحذير الوحيد اللي انا بحذره منه انه لا يكتب فصحى، لان هو في هذه التجربه اثبت نجاحا في الفشل الذريع في الفصحى. لا ما هو يلجأ للفصحى. طب ما انا لو اكلمك عني كاحمد ادري انا اقدر اقول لك انا بخاف من الفصحى وما بحاولش اخش فيها كتير، ولو اتحطيت في مواقف بتبقى بالطلب. يعني انا لما عملت قصيده الاشراف كان مطلوب مني لازم تبقى فصحى. لما عملت كذا حاجه كده بسيطه، يعني انا في حياتي كلها 3-4 قصائد فصحى، لكن انا عارف قيمتي في العاميه وعارف ان انا انطلاقتي في العاميه، فإن رحم امرئ عرف قدر نفسه. مش عيب ان احنا نكون صريحين مع بعض. وانا مش منطقتي الفصحى. المهم الرساله بتاعتك. يعني انا رسالتي في العاميه. امانه الكلمه. لان انا شاعر غنائي بتوصل. شاعر غنائي. كان فيه راي للاستاذ رحمه الله عليه محفوظ عبد الرحمن. الله يرحمه. الله يرحمه. كان يعني عندنا وكان بيقول ايه، طبعا هو راجل كان سيناريو وحاجات كده. فبيقول ايه، انا في نصيحه
اعطاها لي نجيب محفوظ مش هقدر انساها. ان انا كروائي او كاتب سيناريو اذا حضرت بين شعراء ما اقولش قصه قصيره او روايه. ليه بقى؟ لان هيجي واحد بعد انا ما اقول واتعب نفسي واقول اللي انا عايز اقوله كله، يجي واحد من الشعراء يقول ايه 15 بيت شعر ياخد الاعجاب والتسويق وايه يعني الناس ما بتنساش الشعر ده بيدي لك معنى، وهو ان انت كشاعر بتوصلك المكافأة فورية. ايوه. التميز في الشعر بشكل عام هو ان تصل الرسالة سهلة، يعني يستوعبها المتلقي بسرعة، يعني لا تلجأ للتعقيد والكلمات اللي هي المقعرة او الكلمات الغريبة وكده، لا سواء قلت فصحى او حتى كده شوق كده، شوق كان كده كان بقول الكلام كلام فصيح، يعني مثلا وقالوا رمية من غير رام. طب عايز اسمع منك حاجة بقى كده عامية فيها سهل ممتنع وبساطة. والله بالعامية يعني في اشياء الحقيقة احب الاشياء الى قلبي. والله في حاجة بمناسبة انت قلت حب مصر. ايوه. ففي يعني ما اعتبرها قصيدة في حب مصر، هي بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا شاعر العشق نغم على القانون والغاب، يا شاعر العشق نغم على القانون والغاب، قول الكلام اللي خلى الطفل شعره شاب. ايوه. ده المعدن الحر مهما جارت الايام يفضل اصيل معدنه، لو يندفن في تراب يرجع لاصله الكريم مهما تداري عليه، زي الاصيل مبدأه مهما بعد او غاب، والقلب الاخضر مدام سكن الغرام جواه، ومدام عشق واتعشق عمره ما يبقى خراب. يا حلوه يم الضفاف والوادي والسدين، يا مهففه ظلتك ومرعرعه اللبلاب، ماليه السواقي ذهب وبتروي كل الناس، عيشك وملحك عسل وهو جه على الطبطاب، والكل بالمغرفه وبايده وفي حجره عمال بيغرف بقى، ما هو كلنا احباب، بايدين شبابك يا غاليه تدي ما تخبيش، خيرك على بقهم والطعم لذ وطاب، قالوا لي داق ميتك لابد يرجع لك، واللي يقول غير كده يبقى البعيد كذاب. من قلبي مليان هنا لا اكتب واقول كلمه، ده انا في يوم فرحتك لازم يكون دي مناب، لو قسموا محبتك ما بين حبيب وحبيب، يعني اللي حب وهجر زي اللي داب ولا تاب، ولا اللي ياخد ويدي في الهوى يبقى زي اللي في محبتك عمره لا خد ولا جاب. ده الحب جوه القلوب زي الهوى والنور، ساري طبيعي كده ما تشرحوش اسباب، ما بين فؤادي وبينك خمسة وخميسة، بيني وبينك كده طبع الهوى غلاب، لما انت حلوة كده والكل بيريدك، والوش زي القمر ليه عفروه بتراب. الله 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 الله، ايه الحلاوه دي يا عم؟ مكتوب علينا الجهاد، مكتوب علينا الجهاد بره وجواني. ايوه. وكلمة الحب فيكي ليكي جراني. ايوه. واشتاق في بعدك قوي لأحبابي وجيراني، واشتاق في بعدك كمان لحمامي وجيراني، وبلاقي في صحبتك والد عطوف حاني، شله يا شيخ العرب يا سيدي براني. مش بس هرمك ونيلك هز وجداني، ده كل نبضي نطق بيقول لي روح تاني، شوف الصبايا الملاح أرواح ومعاني، يا ريتني بياع خيار يا فجل ريان. الله ابو فاروق، صوت المكن غنوته، صوت المكن غنوته، صوت المكن احلو يا زماني. ايوه. أوناش بتعلى كمان بتعلي بنياني، وكباري متركبة واحد ورا التاني، والصحراء دي مجتمع أخضر وعمراني، يا مية ومعطرة يا شهد رباني، يا جامعة في محبتك
مسلم ونصراني وشهامة ابن البلد لو حتى بيعاني، ده الصحة والستر عنده غايات وأماني، وإن كان معايا في ثبت عمره ما ينساني، حتى جريد البلح ميل وحياني، واللي بنى مصر كان في الأرض فكهاني. شفت بقى نفسي أبوح بالغرام شفت البصر بس انت منعاني، يا مصر خيرك مرام للقاسي والداني، يا مصر ده انت في مقام امي اللي ولداني، الله حتى النسيم العليل خد مني واداني، نفسي ابوح بالغرام بس انت منعاني، وبلاقي فيك الامل يا معليه يا شاني، ده انت اللي باقيه وانا مهما اعيش فاني، انت اللي باقيه وانا مهما اعيش فاني. الحلاوه دي الحلاوه دي الله عليك يا عم الله يرضى عليك والله يعني ما شاء الله حسيس من القلب حقيقي طبعا. يعني انا بحيي الاستاذ فاروق الشيخ على هذا الاحساس الجميل وعلى هذه القصيده الوطنيه العاميه اللي فعلا طالعه من القلب ومن الوجدان. انت شاعر قوي في العاميه وفي الفصحى، ودي زي ما قلت موهبه من الله سبحانه وتعالى، واحنا بنشكر ربنا دايما وكثيرا على هذه المواهب وهذا العطاء. الحقيقه لا يسعني الا ان اشكركم، ولكن هناك كلمه اخيره. اتفضل. عايز اقول له اثيوبيا كلمه واحده بس. تقول لي مين؟ اثيوبيا. اتفضل. قال لها نقطه ميه تساوي حياه. واحنا بنحب السلام، بس اللي يجي علينا قول على الدنيا السلام. انتوا عارفين احنا مين؟ افتحوا كتاب التاريخ. ايوه احنا مصر ام الحضاره من الافات السنين. تقطعوا الميه علينا، ده احنا نموت وبلاش نعيش، ده احنا نموت وبلاش نعيش. جميل جميل جميل. رسالتك الاخيره استاذ فاروق. رسالتي للشعب المصري انه يعتز ويحافظ على منجزات هذه الامه في العصر الذي نعيشه، في ايام مجيده في حياه الامه العربيه، بدءا من الرئيس الخالد دائما جمال عبد الناصر، مرورا بالرئيس السادات، ثم حسني مبارك بما له وما عليه، الى الرئيس المستشار. نسيت السادات انت. مستشار. لا نسيت السادات ليه؟ ازاي نسيت السادات؟ الرئيس السادات. ثم حسني مبارك. ثم نقطة مهمة في تاريخ مصر، وهي مستشار مصر الجليل. عدلي منصور الأصيل. راجل اللي شال حملك يا غالية لما كان حملك تقيل. الراجل ده جه في الوقت اللي هو فيه. ثم تسليم السلطة للرئيس الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي انا بقول له من هنا من هذا الصالون الرائع الجميل، افتح الابواب يا سيسي، كل يوم شريان جديد، حظ مصر انك رئيسي، عهدك العهد السعيد. انت يا سيسي حبيب الامه، انت يا سيسي رفيع الهمه، انت يا سيسي بريء الذمه، مصر معاك دايما في القمه. جميل جميل. الله احنا بنحيي الرئيس معاك طبعا بهذه الكلمات. انت حبيب الامه يا سيسي. انت حبيب الامه يا سيسي، ما يهمكش كلام الدنيا ولا امريكا ولا المانيا، ده احنا قلبنا الدنيا في ثانيه. مصر قالتها في 30 يونيو انا خلاص اخترت رئيسي. ده انت حبيب الامه يا سيدي. كلامنا مولود دلوقتي. ربنا يديك الصحه والعافيه، ودايما نسمع منك احلى كلام. قعده عربي النهارده اتشرفت بوجودكم، الشاعر الكبير فاروق الشيخ والشاعر الجميل والاستاذ عبد السلام الشيخ. كان لنا شرف لقاء هؤلاء الاشخاص الجمال محبين الشعر ولمصر، وكان حديثا من القلب، وسوف يظل ذاكره للتاريخ. ممكن إضافة هذا اللقاء. هناك وقت الإضافة. أستاذ أحمد اتفضل. من المواقف طبعا واضح ان انا يعني برضه في الجزء الاخير كنت متفاعل او منفعل، وماله ده طبيعي، لكن فيه مواقف في حياه الامم وفي حياه الاشخاص والرموز لا يمكن ان تنسى. ايوه. اخرها
موقف الرئيس المحترم عبد الفتاح سعيد السيسي من تهجير الفلسطينيين سواء الى سيناء او الاردن. والواضح والمشاهد واللي رأي العيان انه توالت زيارات رئيس المانيا ووزير خارجيه بريطانيا وحد في الكونجرس الامريكي لاثناء الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الامر الخاص بالتهجير، الا انه كان مصريا خالصا ووطنيا خالصا وعربيا خالصا، واكاد اقول متبني للقضيه الفلسطينيه وفاهمها تمام. هقول لك موقفين اثنين بس. اولا حينما كان هناك اقتراح دخول المساعدات في مقابل خروج المحتجزين الامريكان. كان امريكا الاملاءات الامريكيه انه يبقى فيه هدنه علشان خروج الامريكان، فكان شرط الرئيس بقى مش هقول شرط، امر انه يجب ولا يسمح الا ان يكون هذا الخروج في الاتجاهين، دخول المساعدات مع خروج المحتجزين اللي هم كانوا الامريكان تحديدا او الجنسيات الاخرى. ايوه. الى جانب ملاحظه ربما حدش لاحظها، مش دخلت مثلا 20 شاحنه وطلع، لا ده بعد ما دخل 200 شاحنه. اول فوج من المفرج عنهم بعد دخول 200 شاحنه، والكلام ده يعني كلام لازم يكون فيه دقه في الملاحظه. يعني ما كانتش المساله يوم واحد دول وتقول لا، دي شروط كانت املاها وقادر واعانه الله عليها. هو ده موقف مصر. فالحقيقه اشياء كثيره في هذا الخضام طبعا محسوبه لشخص، ولذلك انا اضيف لك شيء كده ربما يعني ما يكونش حد كده احتمال كبير ما يكونش حد خد باله منه. للاسف القضيه الفلسطينيه برغم المآسي والدماء الا انها يعني كانت هي الدعايه الانتخابيه للرئيس عبد الفتاح السيسي بدون دعايه، ما كانش محتاج دعايه انتخابيه. المواقف الوطنيه الرائعه التي اظهرها بشجاعه. الازمه دي كانت فعلا وضحت دوره، وضحت شخصيته، والمواطن المصري وضحت شخصيه الرئيس السيسي بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، وبالنسبه لامن مصر، وبالنسبه لسلامه ارض مصر، وبالنسبه للحفاظ على التراب المصري، تراب سيناء اللي هو كل حفنة رمل امتزجت وتعطرت بدماء مصرية وبعرق مجاهد مصري. الحمد لله. مواقف الحقيقة أظل إلى أبد العمر. مصر بخير بجيشها وبشعبها وبرئيسها. هذا الرجل يجب شرطتها وصار للشعب بقى أن يتمسك بهذه القيادة وأن يحافظ، وأسأل الله أن يحافظ على حياة هذا الرجل في هذا المجال. امين يا رب. الوعي هو اهم حاجه. حاجه فاروق في المرحله القادمه ان احنا نحاول نوعي ونحاول نتبنى قضيه الوعي جميعا. نحن جميعا شركاء في معركه الوعي، وكلنا لنا دور متذوق ومبدع، ورجل الشارع العادي اللي هو ماشي في الشارع له دور في معركه الوعي. احنا لو فهمنا قضية بلدنا وحبيناها بالفعل هنعدي لبر الأمان. وإن شاء الله بنشكركم على هذا اللقاء الجميل، وكان لنا لقاء مع أجمل الشخصيات في رسالة الإدارية. اتفضل. في رسالة بعتبرها أمانة في رقبتي. اتفضل. معلش أنا بقى يعني أهيب بالمصريين أن يتمسكوا بالمروءة والرجولة والشهامة والكمال الأخلاقي الذي أعطاه الله له. حينما تصير هناك موجة الآن، ولعلي سمعتها من على حلقتين من عمرو أديب، أستاذ عمرو أديب الإعلامي القدير، إنه فيه موجة بتقول ليه السوريين ما يرجعوش بلدهم، وليه الأجانب دول مزاحميننا والتسعة مليون. لا مش هذه موجة موجهة، وأقول أنها أيوة في كتائب شغالة. أقول أنها
ليست يعني هي بريئه المصريين لا ليست اخلاقيه. طب ما انت بتوجه رساله الناس ما قالوش كده يا استاذ. وهي مؤامره كل دي دعايات على الالكترونيات كلها كده. لا هي مؤامره على الشعب المصري. ما هو على ارض الواقع المصريين بيحبوا السوريين وبيحبوا السودانيين، واهلا وسهلا بيهم من زمان. اهلا وسهلا مصر. ده اول مره. وبعدين الناس دول جم هنا باستثمارات بصرف النظر. يعني برضه بصرف النظر يعني جايين مش ما هماش عالم. اهلا بيهم. ما هماش متسولين. الرئيس بعت لهم رساله وقال لهم ووجه لهم الرساله مباشره لو تفتكر من 3 سنين او 4 سنين للسوريين. قال لهم اهلا بيكم، احنا الضيوف عندكم مش انتوا الضيوف. انتوا اهل وطن وانتوا اصحاب وطن. واصلا الوطن العربي كله هم واحد، هم مشترك. احنا ليه بنفكر يعني سواء مسلم او مسيحي او وطن عربي، ده كلنا واحد طبعا، قضيتنا كلها واحده. صحيح. يعني احنا مش عايزين حد يخترق الوجود بيننا. والكتائب الالكترونيه اللي شغاله دي هدفها ايه؟ ان هي تفتت الشعب بعيد عن المروءه. كل الاشاعات اللي بتتكلم عنها حضرتك دي. لكن لا، مصر بخير. يعني هو لما لقوا مصر نجحت في تخطي عايزين تجاوز الفتنه الطائفيه، عايزين ما قدروش راحوا تاني للولايه، ولايه سيناء الاسلاميه. ما ينفعش قضينا على الارهاب. لا. بقى دلوقتي في حرب، عايزين النظام يقف حتى يرد عليهم، لكن ليس مجال. ده دورنا احنا بقى، دور المصريين بطبيعتهم، وزاره الثقافه ووزاره والا انا اسف، كل مصري بيسمع للناس دول يرد عليهم ويقول لهم ماذا لو طلبت السعوديه ترحيل المصريين منها. حبيبي، أهمية وجود وزارة الثقافة ووزارة الإعلام مهم جدا في اللحظة دي. يجب تفعيل دورهم الحقيقي، وأنا شايف إن هم بيحاولوا يجتهدوا ويشتغلوا، وأيضا دور النخبة المثقفة. حدث هذا في الكويت مرة إن واحدة نائبة من مجلس الأمة الكويتي طلبت برحيل المصريين، فاكرها كادت تفقد الكرسي بتاعها. والله لأن برضه الكويت بيحبونا. يعني رئيس البرلمان نفسه. وكذلك برضه في شخصية نسائية برضه في تونس طلبت هذا الطلب. فالمصريين بقول لهم يعني لا يجب ان تتخلى عن المروءه العربيه والشهامه العربيه في انك انت الناس دول ما هماش عليك، ده هم اصحاب استثمارات وفعلا بيشغلوا. وبعدين دخلونا في المنافسه الرائعه، بتاكل من ايدهم احلى حاجه. والله الحاجات اللي كانت غاليه خالص ومشهورين ومش موثقين، لا هم المنافسه بتاعتهم منافسه شريفه، بتاكل من ايدهم الحلويات. شعب جميل طبعا. ده شعب رائع وشعب جميل وشياكه ونضيف. طب اقول لحضرتك يا استاذ احمد كده، انت شفت واحد سوري راكب توك توك؟ ازاي يعني؟ استحاله بيسوق توك توك. لا وهو عيب انه يسوق توك توك؟ ما هواش عيب. لا، ما هو لكن هم بيشتغلوا التوك توك وسيله حياه، ده فاتح بيوت وكويس كل حاجه. كل واحد بس بيعمل اللي بيلزمه. هو جاي اصلا هو ما يقدرش يسوق توك توك اصلا. هو لا يملك، ما يقدرش. التوك توك ده بتاع ابن البلد. انا بقول لحضرتك يعني فاهم ازاي يعرف يلف بيه ويعرف يشتغل للمهن التي شك في سلوكها. يعني انا شفت على الكورنيش والله قدام بالظبط كوبري ستانلي وانا راكب المشروع الباص ده، باص قدامنا وقف فجأة وما فيهوش حد راكب فيه، وشاب نزل منه خطف شنطه من على كتف واحده ست وراح راجع راكب الباص ثاني والباص طلع بيه. وست محترمه طبعا. خدت واحد. هذا المشهد انا ما شفتش واحد سوري يعمل قلق للامن المصري، كلهم ناس ملتزمين. بص وعلى حاج فاروق، انا مضطر الكلام ده اعمله في المونتاج، لان ما يصحش ابدا. ده بره، احنا كده بره الحديث. لا يصح ابدا ان احنا نخلي السوري احسن من مصر. لا ما قلتش احسن. لا، انت كده بتضرب مثال والعكس. ما ينفعش في هذا البرنامج يتم هذا. انا مش بطلب من حضرتك ده، لكن انا بقول لحضرتك ان دول ناس اهل استثمار. هم على راسنا من فوق وعملوا منافسه شريفه حبيبي. بس المصريين برضو لهم طابع وسمه ولهم اصول وجذور. في المطاعم الموجوده عندنا وعندك في اسكندريه هنا معروفه، مش هقول اسماء. يا استاذ فاروق، مصر هي من صدرت كل شيء في العالم: الاقتصاد، العلوم، السياحه،
الاثار، كل شيء مصر. بس انا ابحث عن مصر في كل شيء في الاول. الموجه دي احنا اللي علمنا الدول العربيه، اللي علمنا الدول العربيه تتكلم عربي. ده صحيح. يا استاذ فاروق، اللهجه المصريه لا يجب ان نجلد ذاتنا، ولا يجب ان تحدث مقارنه بين مصري واي دوله عربيه. انا معاك، لان لا توجد مقارنه. معلش. نعم. لا انا متحيز لبلدي، لا توجد مقارنه. انت رايك معايا ولا مش معايا؟ انا يسرني ويحزنني ان طب ايه نذيع الكلام ده ولا مش؟ نعم. لا انت عندك مونتاج، مش عندك مونتاج. طب ما نذيع. الكلام خرج من بقي ما بقاش ملكي. يعني نذيع. زيع انا لا بأس. لا زيع الله. انا هسيبها طبعا. لا عادي. انا بقول لحضرتك الحقائق. انت دلوقتي لما تدخل على اي مكان في مطعم سوري او لبان سوري او مخبوزات سوري بدون قاعده عربي بدون مونتاج، بتشوف شياكه. ايه رايك؟ قاعده عربي بدون مونتاج، بتشوف شياكه، سماكه، بتشوف جمال، بتشوف نظافه. سوري؟ طبعا. لا وماله جميل والله. بعدين برضه في مطاعم، والله العظيم معترضين. بس احنا عندنا برضه محمد احمد مصري، وعندنا تريانو مصري، وعندنا فخامه كبيره، وعندنا سانجو فاني مصري، وعندنا لا يا استاذ فاروق، احنا من صدرنا للعالم كله الجمال. حاجه وبعدها ارجو ان انت دي بس تبقى حضرتك عارف. والله فاهم. انت وطني وعارف من حقك في حاجه وبعدها. الافخر بده ايام، لكن ما يبقاش في حمله ضدهم. مفيش حمله ولا حاجه. لا ده واحد قال كلمتين على الفيس ولا حاجه. الله يرحمه عبد السلام المحبوب. الله يرحمه. كان عامل ممنوع في اسكندريه وقالة التنبيه، وانا في ابو قير ماشي في ابو قير هنا من دعم التراكس كده، انا فلاح بقى بعربيتي ماشي في ابو قير. ايوه. فعملت تراكس لقيت الدنيا هاجت عليا. دلوقتي احنا مش بننام، احنا في زيطه دلوقتي. لا دلوقتي موضوع ايه، موضوع احنا التواريخ بطلناها. ايه الترجيع اللي بيحصل ده لله بس، دي وجعانه والله. نفسي توصل لي كده. انا نفسي معاه من مدير المرور، انا كتبت يعني دلوقتي حد عايز يقول حاجه قبل اذا لم نشخص انا خلاص انا شبعت يبقى يستعصي الشفاء. ايوه. فلازم نشوف احنا ايه يعني الالام اللي جوانا ديت بتعتمد في الداخل، وفي حاجه بنقول عليها المسكوت عنه. لازم نتكلم فيها. الحقيقه هي كلها رسائل جميله جدا وايجابيه ومتوجهه للناس. احنا بنتكلم بس الكلام متوجه للجميع. احنا شكرا على ساعه الله يخليك. والوقت الطويل ده وسبتنا نقول لو بقى الحلقه تبقى كبيره جدا. احنا عندنا كده المسموح، كسرنا حواجز. كسرنا حواجز. والله الكلمه ملكي. احنا بنحب كل الشعوب العربيه. نعم. واهلا بالسودان طبعا. واهلا بسوريا طبعا. واهلا بليبيا. نسيت انت ليبيا. الشعوب دي هي اهلنا، هي دي ارضهم، دي بلدهم، هي الوطن العربي الام مصر. هي مصر هي ام العرب. اهلا بكل الناس، اهلا بكل الناس على ارض بلدنا مصر. واحنا بنفرح لما تكونوا موجودين. فانتوا وجودكم هنا قوه لنا وعزوه، وبنتلم مع بعض كده، واللقمه بناكلها بنقسمها مع بعض. فيعني الحياه مستمره ومفيش اي مشكله. واحنا في النهايه اولا واخيرا كلنا مرايات لبعض. وانت لو في خطا عندي هتقول لي عليه، ولو في خطا عندك هقول لك عليه، زي ما بتعدي الاستاذ عبد السلام وهو بيقبلها بصدر رحب. ليه؟ لانه بيحبك وهو عارفك ان انت استاذه. اكتر واحد في الدنيا يقبل التعديل والنقد. ايجابي هيفيدني. صح لابد هيفيدني. طب واحنا سعينا في هذه الجلسه ايه؟ ان احنا نرقب بالاخلاق المصريه. احنا بنعمل رساله وطنيه للجميع. الجلسه القعده العربي البسيطه دي طلع منها كلام مهم وكلام كبير جدا، بس اللي يعقله واللي يفهمه. هدف برنامجنا هو ده، هدف المؤسسه المصريه للثقافه والتنميه. الاسم بيتكلم عن نفسه، الثقافه والتنميه، ثقافه المجتمع وتنميه المجتمع. احنا عندنا استاذ احمد الامسيات بتاعت حضرتك دي مش في اسكندريه بس، مش في مكان. انا قلت لحضرتك عايز الاخرين وعايز لحضرتك استاذ فاروق طلب مره قال عايزين نروح السجون. تحت امري، دبسني وانا هشتغل تحت امرك. مش هعمل انا كل حاجه لوحدي. يعني انا بعمله. في ناس ما عندهاش فكره عن الوعي بتاعك ده في الفلاحين في الحاجات دي. هم اللي محتاجين. وانا مش قبل البرنامج قلت لك عايز تحت امرك والله العظيم. انا في حاجات مهمه. الراجل المشني زينا
عنده حاجات خبرات ولا احسن مؤهل. ما هو الحته الدنيويه دي ماليش دعوه فيها. ان شاء الله الجايه احسن. لا والله واضح ان حلقتنا دي هتنزل الحاجات دي ونقعد نتكلم لحد بكره. والله كده صعب. هنجيب لكم ماتيريال منين عشان نخلص كده الحلقه. انت لو عايز كده بقى كده الحلقه. انا عايز اختم. انا بحاول اختم كراجل اعلامي. كراجل اعلامي. اتفضل. فبرضه خد رساله للاعلاميين. ايوه اتفضل. في حاجه اسمها قانون الصحافه، لكن اللي اهم منه ميثاق الشرف الاعلامي المهني. طبعا ميثاق الشرف الاعلامي. الامانه ده منشق من ايه؟ منشق من القران والدين وايمانك بالله سبحانه وتعالى. لو كلنا امنا بالله وكان عندنا منطق العقل بين وجود الله سبحانه وتعالى ونطبق اعمال الكتاب على الارض، يبقى كله هيلتزم. انا مش عايز اشكر دلوقتي في البرنامج ده عشان ما اقولوش ده عبد السلام مطبل. الراجل ده قيمه وخام. اما يعمل مهرجان زي بتاع السيد درويش بعد 100 سنه واربعه باين. انا مش بعمله. لا هو انت لو ما عملتوش مين اللي هيعمل؟ مش مشكله. مين اللي هيعمل؟ بس مين اللي بيقويني؟ واخد بالك؟ وجودكم. والله العظيم تشوف المهرجان ليله جميله من ليله اسكندريه. ايه ده؟ من اول الصبح لغايه بالليل. ولا مره المهرجان ومنصه وعمل واقف على رجله. لا محسوبه لك. ده انا بنام 4 ايام. والله محسوبه لك والله العظيم. انا حاجات كويسه. شاكرين. شكرا لحضراتكم. انا اللي قلنا عليك يا عارف. انا اللي المنتج عندك شيء عايز تشيله. شكرا لحضراتكم. كانت هذه حلقه قعده عربي من مؤسسه المصريه للثقافه والتنميه. سعدنا بوجود الشاعر الكبير فاروق الشيخ والشاعر عبد السلام الشيخ. تحيه شكر وتقدير. شكرا على متابعتكم ونلتقي معكم في حلقه قادمه باذن الله. شكرا. كده يا عبد السلام. قفل؟ لا ما قفلش. لا بجد والله ما قفلش. طب ازاي بقى؟ وهقفل ازاي؟ يعني انا على الهوا. انا معيش مساعد لسه على الهوا. لا والله. عايز نعمل ايه؟ لا عايزين تتكلموا تاني؟ لا انتوا بصراحه كده انا تعبت. انا تعبت. كان محبوب موسى الله رحمه الله عليه. كان لما طبعا لما يجي عندنا الله يرحمه كان ناقش كتابي اللي هو بتاع الرباعيات. طبعا بات عندنا لما يبقى في 80 شاعر. وجمال الشاعر بعربيت. جمال الشاعر بعربيت عند الاستاذ فاروق برضه مات. بات عنده فاروق اتعشى معايا جمال الشاعر. اتعشى ومات جمال. لا جمال موجود. انا خاف اجي لك بقى. انا محبوب موسى. انا خاف اجي لك. لا محبوب موسى. لا انت عليك. محبوب موسى خلي بالك بقى. اتفضل. محبوب موسى ومحمد روتيل وصبري ابو علم رحمه الله عليه. الله يرحمه. واحمد فضل شبلول. علي الجعار. هو ضيفي على فكره. علي الجعار. ده انا بقول لك على اللي دخلوا بيتي. علي الجعار. اللي دخلوا البيت عندي وتعشوا معايا في كده يعني. ان شاء الله انا هاجي ومش هخاف. لا تنورنا. محدش راح عند حاجه فاروق من اسكندريه غير انت. والله نسيت تبقى عارف. وانا عارف بتاعته. ان شاء الله. ان شاء الله.